8 وجبات تحت سن السنة ممكن تسبب أنيميا، اختناق، تسمم، اللي ممكن يكون خطير في بعض الحالات وتحتاج إن هي تدخل عناية مركزة. فتعالى أقول لك إيه الوجبات اللي ممنوعة تحت سن سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوباية حليب بسيطة لطفلك ممكن تكون أضرارها أكتر بكتير من الفايدة اللي ممكن ياخدها منها. فتعالى أقول لك ليه الحليب الحيواني تحت سن سنة بكل صوره ممنوع، سواء كان بقري أو جاموسي أو أغنام أو إبل. اللبن الحيواني كمية الحديد اللي موجودة فيه بسيطة ما تكفيش احتياجات الطفل في العمر ده، زائد إن هو بيقلل امتصاص الحديد فبيزود الأنيميا. البروتين الحيواني والأملاح العالية اللي موجودة فيه بيكون حمل على الكلى اللي بتكون لسه مش مكتملة في العمر ده. والبروتين الحيواني اللي موجود في اللبن بيكون صعب الهضم على الطفل فيسبب له مغص وآلام وممكن يعمل حساسية في الجلد. معلقة عسل بسيطة ممكن تدخل الطفل عناية مركزة، مش عشان العسل فيه مشكلة في حد ذاته، ولكن بعض خلايا النحل بتكون ملوثة بنوع من البكتيريا بتفرز السموم. السموم دي ممكن تعمل شلل في الأعصاب وارتخاء في العضلات وصعوبة في التنفس، اللي بعض الأطفال بيكون حالتهم خطيرة يحتاجوا جهاز تنفس صناعي ويدخلوا العناية المركزة. حموضة المعدة بعد سن سنة تقدر تقتل البكتيريا والسموم دي، عشان كده العسل ممنوع تحت سن سنة. تضيف سكر على الوجبات ولا لا؟ تعال اقول لك ليه السكر ممنوع تحت سن سنة. الطفل في العمر ده بيكون صفحة بيضة، ما يعرفش يعني ايه حلو وما يعرفش يعني ايه حادق. انت اللي بتعوديه وانت اللي بتغيري فطرته. احنا اللي بنغير فطرته بايدينا ونخليه يميل للحاجات المسكره، وده هيخليه بعد كده شويه بشويه يرفض الاكل الطبيعي اللي نرجع نشتكي بعد كده ابننا ما بياخدش الحاجات المفيده والصحيه ليه. واذا كنا بنتكلم عن السكر واضافته على الاكل الطبيعي ان هو ممنوع، وبالتالي اي وجبات جاهزه، اي حاجات مضاف عليها مواد صناعيه، سواء كان اسمها غذاء للطفل أو وجبات للرضيع أو بسكوت بالشاي، كل ده ممنوع تحت سن سنة. بسكوت الشاي ده قصة لوحده، يعني أول حاجة هو مضاف عليه مواد صناعية وسكريات فممنوعة. الجريمة التانية إن إحنا بنديه مع الشاي، والشاي بيقلل امتصاص الحديد اللي هو حاجة مهمة في العمر ده زي ما شفنا في الفيديو. والحاجة التانية إن هو فيه كافيين، وده بيخلي الطفل دايما قلقان ومتوتر ونومه مش كويس فيأثر على نموه. السكر بكل اشكاله ممنوعه تحت سن السنه. خلي ابنك طبيعي وفطرته طبيعيه وحافظ عليه بعيد عن السكريات. طب هنضيف الملح ولا لا؟ برضو الملح ممنوع تحت سن سنه. ممنوع الملح تحت سن سنه لحاجتين. اول حاجه ان الملح هيغير فطرته واختياراته ويرجع برضه زي الطفل اللي عنده السكر يكون بيختار الوجبات اللي طعمها مملح وطعمها حادق، وده يخليه يرفض الاكلات الطبيعيه الكويسه الكتيره اللي موجوده. حاجه التانيه، الملح في العمر ده هيكون حمل على الكلى ويأثر على وظائف الكلى بدري. لو هبدأ فاكهه لطفلي افضل العصير ولا اديله الفاكهه السليمه؟ سمعك اللي بتقولي العصير افضل واسهل في البلع. فتعالى اقول لك ليه العصير ممنوع تحت سن سنه. لان معده الطفل بتكون صغيره، فامليها بكوبايه مليانه سكر وميه وبعض الفاكهه البسيطه، ولا اديله قطعه فاكهه ممكن ياخدها ما تشغلش حيز كبير من معدته ويكون هناك متسع ان انا اضيف الوجبات التانيه اللي تفيد الطفل وتغذيه. فبيتهيألي مش محتاج ان اقول لك ان العصاير الجاهزه ممنوعه. اي عصاير جاهزه مضاف لها سكر او مش مضافه من غير سكر، كل ده ملوش اي قيمه غذائيه وبيغير فطره الطفل وبيخليه ميوله بعيد عن الحاجات الطبيعيه، فبلاش. زياده على كده ان لما بياخد الفاكهه الطبيعيه السليمه سواء مسلوقه بالبخار او مسلوقه بالميه، وطبعا السلق بالبخار افضل لانه بيحافظ على القيمه الغذائيه للفاكهه. فلو اخذ الفاكهه بالطريقه ديت بياخد حاجتين، بياخد القيمه الغذائيه زائد الالياف اللي بتكون مش موجوده في العصير، وده بيدي فوائد كتيره للطفل. اول حاجه ان هو بيغذي البكتيريا النافعه اللي موجوده في الجهاز الهضمي وده بيحسن مناعته. الحاجه الثانيه بيحسن الامتصاص وبيحسن الاخراج ويمنع الامساك بنسبه 60%، وده اكبر مشكله هتواجهك لما تبداي تخلي الطعام للطفل ان يحصل له امساك، فده علاج ليها. الحاجه الاخيره ان بيمنع السمنه في المستقبل. فحافظ على طفلك واديله الفاكهه الطبيعيه مسلوقه وافضل بالبخار. على الفترات بنشوف بعض الأطفال بيكون دخولهم للمستشفى متكرر بالتهاب رئوي، وغالبا بيكون في الرئة اليمين.
فمن ضمن الفحوصات اللي بنعملها عشان نشوف ايه السبب ان احنا نعمل منظار تشخيصي للطفل، وتكون المفاجأة ان المنظار يخرج بذرة بطيخ او قشرة لب او قطعة مكسرات صغيرة تكون هي السبب في المشكلة. فالمكسرات واي حاجة زي المكسرات في صورة حبوب كاملة زي العنب، زي الجزر الني، زي الفشار، زي الحمص، زي الفول السوداني، كل ده ممنوع تحت سن سنة، لأنه ممكن يسبب اختناق للطفل بصورتين: إما بصورة جزئية زي الطفل اللي بيجيله التهاب كل شوية، أو لا قدر الله بصورة كاملة، وده ممكن يؤدي لفقدان الطفل. حليب الرز أو لبن الرز، لو أول مرة تسمعي المصطلح ده ما تستغربيش، لأنه هو مش منتشر بس هو موجود. حليب الرز أو لبن الرز موجود بصور مختلفة وبنكهات مختلفة، سواء مضاف لها سكر أو من غير سكر أو بطعم جوز الهند موجود، وده ممنوع في الأطفال تحت عمر 5 سنين، ومن باب أولى ممنوع تحت سن سنة. وهو إن ما كانش منتشر، ولكن أنا اتكلمت عنه عشان نقول هنتعامل إزاي مع الرز. في مادة اسمها الزرنيخ بتكون موجودة طبيعية في التربة، ودي مادة سامة بتسبب سرطان الجلد والرئة والمثانة وتأخر النمو العصبي للأطفال لو كانت موجودة بنسبة عالية. وعشان احنا ما نعرفش هي موجودة بنسبة قد ايه في الرز، عشان كده لازم نتعامل مع الرز بالطريقة اللي هقول لك عليها. أولا، الدراسات بتقول أن الرز الأبيض والبسمتي أفضل بكتير من الرز البني في نسبة الزرنيخ فيه. لما نيجي نجهز الرز نغسله بمية كتير لحد ما المية تبقى صافية، وده بيقلل الزرنيخ بنسبة 30%. لما تيجي تسلق الرز دايما كتر المية وبعد كده قلليها، وده بيقلل نسبة الزرنيخ فيه. وما نخليش الرز هو وجبة أساسية. عارف ان هو موجود في كل بيت، وان هو سهل في التقديم، وان مفيش منه مشاكل ولا حساسية، ولكن احنا عندنا بدايل تانية كتير نشويات للرز. فالرز يكون وجبة من ضمن النشويات اللي بنقدمها للطفل، واللي هناخدها بالتفصيل في الفيديو الجاي ان شاء الله. فمعانا البطاطس، معانا البطاطا الحلوة، الشوفان، القمح، كل ديت تكون وجبات بديلة للرز، وهنقسمها ان شاء الله في الفيديو الجاي. فالرز امان ان احنا نديه لما نتعامل معاه صح، وخاصة إن الرز المنتشر في المناطق بتاعتنا هو الرز الأبيض، وده كمية الزرنيخ فيه قليلة، ولكن نتعامل معاه بحرص في العمر الصغير ده اللي هو تحت سن السنة. آخر حاجة في سلسلتنا النهاردة وهي المقليات. أي دهون وأي زيوت مهدرجة وأي زيوت نباتية وأي سمنة ممنوعة تحت سن سنة. وما تستغربيش لما تلاقي الناس كتيرة بتدي حاجات وهي مش عارفة ان هي ضرر، زي الجبنة المثلثات، هي كلها زيوت نباتية ومهدرجة ومفيش فيها اي قيمة غذائية، حتى لو قالوا لنا مدعمة بالحديد ومفيدة للحديد عشان تمنع الانيميا، فهي من جانب تاني مضرة للطفل بشكل كبير. فاي زيوت ودهون ممنوعة تحت سن سنة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نديها للطفل في العمر ده هي زيت الزيتون. ده كان فيديو اليوم عن أهم 8 حاجات ممكن يسببوا مشاكل للطفل لو أخذهم تحت سن سنة. دمتم في أمان الله وأنتم في أتم صحة وأحسن حال، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة بإذن الله.